الدكن اللي بتعملوه ده هيصرف معانا احنا كجمهور النادي الاهلي؟ جمهور النادي الاهلي فوق الجميع. فين يا عم مدير الكوره؟ فين سيد عبد الحفيظ؟ مفيش لعيب لحد النهارده الا باستثناء وسام ابو علي، انا بكلمك بامانه والله، يشبه لعيبه النادي الاهلي العظماء غير وسام ابو علي. كلكم كراسي. ان اللي حصل ده وراء اداره النادي الاهلي. انتظروا جمهور النادي الاهلي يوم الخميس. يلا يا رجاله كله على جوه. تسمع كهربا وهو بيتكلم، هو مدير الكوره، تبان لك بقى حته ايه العصابات بقى. ده شغل العصابات اللي كان بيتعمل زمان جوه النادي الاهلي. هنا بانت اهو، عشان ما حدش يجي يقول لك ايه اصل ده فيك وكذب وما حصلش. لا بانت يا كابتن ان محمد رمضان مش مدير الكوره. كلنا سمعنا كهربا، عشان ما حدش يجي يقول لك ايه لا ده فيك دي اشاعات. بانت قدامك، بانت ان جوه النادي الاهلي فعلا في عصابات. لما اصلا لعيب يقول لمدير الكوره يلا يا جماعه يلا على اوضه اللبس، محدش يروح للجمهور، يبقى مين مدير الكوره؟ يبقى الكابتن محمد رمضان جاي ياكل عيش. عشان لما كنا بنقول ايه لازم الكابتن سيد عبد الحفيظ، ما كانش فيه لعيب من دول يستجرأ صوته يعلى طول ما الكابتن سيد عبد الحفيظ واقف على الخط. جمهور النادي الاهلي فوق الجميع. الناس اللي في المدرجات دي حتى لو غلطت فيك فوق الجميع. لازم تبقى مقتنع بكده ان الجمهور اللي حاطط من جيبه تذكره 100 جنيه، مواصلات 100، اكل 100، 300 400 جنيه لو ده الفرد الواحد، لكن لو رايحين اسره بنتكلم في 1000 جنيه رايحين يحطوا فلوس عشان خاطر كيان النادي الاهلي. عشان انت يا كهربا تركب عربيه ب 3 مليون، عشان انت يا شناوي تركب عربيه ب 4 مليون من جماهير النادي الاهلي. بس ركز في الكلام، جمهور النادي الاهلي يوم الخميس يدي درس لشويه العصابات دول، لان في اتقل منكم خدوا بطولات اعظم منكم. لازم تبقى عارف ان كيان النادي الاهلي اكبر منك واكبر من الخطيب واكبر من حسن حمدي واكبر من اي حد. جمهور النادي الاهلي رقم واحد. انا اللي بدفع الفلوس عشان ابني كيان النادي الاهلي. انت اللي قاعد في مؤتمرات بتروح فنادق بتاخد فلوس بتاخد ملايين، والناس اللي قاعده دي اللي بيركب فيصل واللي بيركب هرم والترحال يروح الدمياط ويروح اسيوط ويروح مش عارف ايه، وانت بتروح بعربيه ب 3 4 مليون جنيه. لما جمهور النادي الاهلي يتكلم الكل يسمع، لما جمهور النادي الاهلي يزعق الكل يحط دماغه في الارض ايا كان كنت مين. ده كيان النادي الاهلي، اللي عمل النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي. لكن تطلع تقول لي ايه يلا يا جماعه يلا على اوضه انت مين يلا؟ جمهور الاهلي اعظم منك. انت عارف ان انت انتهيت، بس هي مساله وقت. انت عارف ان قصتك كلها في الشو اللي بتعمله. الدكن بص انا قلتها لامام عاشور وجمهور النادي الاهلي قالها له، الاهلي غير كهربا ان انت تقف على الخط وتبوس اللعيبه وتعمل لنا الدكن ده ما بيصرفش يا ابني. الحبشتكنات دي تعملها بره النادي الاهلي. لازم تبقى مستوعب ان انت هتقف على الخط تبوس للعيبه وتحضنهم لي والكلام ده مش هياكل معايا. لما تبان ان مدير الكوره يبقى واقف الشناوي يقول له يلا يا كابتن محمد رمضان نروح للجمهور، يقول له لا تعالى يا شناوي عايزك، والتاني يقول لهم يلا يا جماعه على اوضه اللبس، واللعيبه كلها تمشي ورا كهربا وورا محمد رمضان، يبقى انتوا اللي تستحقوا ان انتوا تبقوا موجودين جوه النادي الاهلي. انا هقول لك على حاجه بس لازم تبقى مستوعب ان اللي حصل ده وراء اداره النادي الاهلي. ان اللي حصل ده كابتن محمود الخطيب على علم بيه، لان الكابتن محمود الخطيب لو مش على علم بيه الساعه دلوقتي كام؟ الساعه دلوقتي 11 و27 دقيقه، 11 ونص بالليل يوم الماتش. الحلقه دي هتنزل بكره. لحد دلوقتي النادي الاهلي ما طلعش بيان يعتذر لجمهور النادي الاهلي. ده معناه ايه الكلام ده؟ ده معناه ان مجلس اداره النادي الاهلي عندها علم بالموضوع وهي اللي مديها التعليمات لمحمد رمضان. لو انت عايز تثبت لي حسن نيتك كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي اطلع قول للناس انا بتاسف لجمهور النادي الاهلي العظيم، وقع عقوبات على كل الفرقه من اول عم حارس لحد مارسيل كولر، وانت كمان تنال العقاب من جمهور النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب يوم الخميس. انتظروا جمهور النادي الاهلي يوم الخميس هيعلمكم يعني ايه يلا ده انت ابو تريكه ابو تريكه يا شويه لعيبه كاس ابو تريكه محمد بركات عماد متعب. مفيش لعيب لحد النهارده الا باستثناء وسام ابو علي، انا بكلمك بامانه والله، يشبه لعيبه النادي الاهلي العظماء غير وسام ابو علي. كلكم كراسي كلكم بالنسبه لبركات بالنسبه لابو تريكه. انت هات لي لعيب في النادي الاهلي زي سيد معوض اللي ما كانش عاجبنا مهما وصلتوا بالبطولات انتوا برضو حاجه صغيره كده في تاريخ النادي الاهلي. لما انت كلاعب مضيع بطولات من النادي الاهلي بقالكوا اكتر من 5 شهور بتضيعوا بطولات تافهه جدا، وزعلانين ان رد فعل الجمهور بيهاجمكم في ماتش. يعني يا ريت جمهور النادي الاهلي شتم حد بامه مثلا، يا ريت جمهور النادي الاهلي طلع قال لكم يقول لك كذا. ده الراجل بيقول لك اللي مش عاجبه يمشي، صاحب النادي بيقول لك يا جماعه لو مش عاجبك امشي، ما شتمكش. انت بقى مش عاجبك فتعمل عصابه جوه النادي الاهلي. فين يا عم مدير الكوره؟ فين سيد عبد الحفيظ؟ فين شخصيه النادي الاهلي؟ الدكن اللي بتعملوه ده هيصرف معانا
معانا احنا كجمهور النادي الاهلي يوم الخميس، استنوا درس من جمهور النادي الاهلي، ويا رب راجل من لعيبه النادي الاهلي تطلع ترد على طفل صغير من جمهور النادي الاهلي في المدرجات. لو نسيتوا اسالوا حسام غالي في التتش جمهور الاهلي عمل معاه ايه. افتكروا الكلام ده كويس قوي. مارتن يول كان موجود قال لك ان الجمهور ده مش طبيعي. انت مين بقى واتعودت على المكسب بلعيبه كانت بتاخد ايه 100,000 جنيه و200,000 جنيه، انت بتاخد اقل لعيب فيكم عقده 15 مليون جنيه. يلا وائل جمعه بيقول لك لما كنا بنخسر كناش بننزل الشارع، اتكسف على دمك يا شويه لعيبه كسب.